وبعد نهاية الجزء الثالث وبعد ما هوملاندر قتل الشخص اللي حدف علبة العصير على رايان، ومؤيدين هوملاندر قعدوا يسقفوا له زي المغفلين لأن هم ماشيين وراه عمياني. بنبدأ بقى الجزء الرابع وبنشوف فيكتوريا وهي في المؤتمر الصحفي بعد فترة، وبتكون فرقة ذا بويز موجودة في المكان، وبنكتشف ان قائد الفرقه ما عادش بوتشر واللي خد مكانه هو مازر ميلك. والفريق كان بيخطط ان هو يروح اوضه فيكتوريا ويبدل قطره العين بتاعتها عشان يعميها ويبوظها لها خالص وما تعرفش تستخدم القوه بتاعتها. وبعد كده هيو بيساعدهم انهم يخترقوا كاميرات المراقبه عشان يكونوا شايفين كل حاجه بتحصل في المكان. وبعد كده بيطلعوا على اوضه فيكتوريا وبوتشر بيقف تحت عشان يحرس الباب، وما تسالنيش هو بيحرس الباب ليه والكلام ده. بعدها هوملاندر بيروح يقابل فيكتوريا في الحمله الانتخابيه بتاعتها، وطبعا هي ما بتبقاش عايزاه يبقى موجود عشان هو عليه قضيه وهيبوظ كل حاجه. وهوملاندر بيروح مطرق رايان وبيخليه يروح مع زوي بنت فيكتوريا، وبيقف هو يتكلم مع فيكتوريا لوحده. فبتقول له ان وجودك هنا اصلا بيسيء للحمله عشان انت عليك قضيه، فقال لها انا كده كده هطلع منها براءه، وهيتقال ان الراجل ده كان متحرش بالاطفال وهو كده كده كان بيدافع عن نفسه. وبعد كده رايان وزو بيكونوا ماشيين وبيعدوا من قدام بوتشر وهو واقف قدام الاسانسير، فبيسيب مكانه وبيروح ورا رايان، وبرضه هو كمان بيروح مطرق زوي عشان يقف يتكلم مع رايان لوحده ويعتذر له عن الكلام اللي هو قاله له اخر مره، وبيقول له ان انت ما ينفعش تفضل مع هوملاندر وانت شفت بنفسك ساعه ما قتل الراجل في الشارع. بس رايان بيقول له ان الاعلام قال على الراجل ده ان هو متحرش بالاطفال وهو اصلا يستاهل اللي يحصل له، الواد مخه لسع خالص. فبوتشر بيقول له انت عارف ان الكلام ده كله كذب اصلا، ما تشتغلش نفسك يعني. وفي اللحظه دي بقى بيقوم داخل عليهم هوملاندر وبيقول له ان الكلام ده طبعا مش هيحصل وان انت مش هتاخد رايان وهو هيفضل معاه. وبيروح باصص على اللي جوه دماغ بوتشر وبيكتشف الاضرار اللي المركب فيه سببها له وان هو ما عادش قدامه وقت كتير، وبيقول له والله انت هتوحشني وبتاع. وبعد كده بياخد رايان وبيمشي. وبعدين بنروح لفرنشي وكيميكو وهما الاتنين داخلين الاوضه بتاعت فيكتوريا وبيفتحوا الشنطه وبيبدلوا القطره بتاعت العين بتاعتها، لكن زو بتوصل وبتشوفهم، فالحراس بيقولوا لها ان احنا تبع الامن وبنعمل تفتيش هنخلص وهنمشي على طول. بس زو بتشوفهم هما بيفتشوا الشنطه بتاعت فيكتوريا، فبتمسك الاتنين الحراس وبتفشخهم، وبتمسك كيميكو وبتقطع لها دراعها وبيطلعوا يجروا منها قبل ما تموتهم. وستار لايت ومازر ميلك بيشوفوا الحوار ده في الكاميرات وبيجروا عشان يلحقوهم قبل ما البت الغبيه دي تخلص عليهم، وهيوي بيفضل لوحده في العربيه. وبعد كده كيميكو وفرنشي بيتزنقوا، فستار لايت بتقول لهم ان مفيش قدامكم اي حل غير انكم تنطوا من الشباك، فبيفضلوا مترددين شويه، لكن اول ما بيشوفوا زوي بتجري وراهم بينطوا من الشباك على طول. وستار لايت بتبقى مستنياهم بره المبنى وبتقدر تلحق فرنشي، لكن كيميكو بتقع على الارض على وشها ووشها بيتدرمغ. وهيو بيكون قاعد مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل، وبيلاقي فيكتوريا داخله عليه وبتقول له ان زوي شافت بوتشر، وبتقول له ان هو فقد مهاراته لان في بنت عندها 12 سنه قدرت تكشفه. فبيقول لها ان انت بنتك اصلا قتلت اتنين وانها اتحولت لوحش متخلف بعد ما انت اديت لها المركب فيه، وبيقول لها ان انا معايا كل الملفات بتاعتك وهكشف كل حاجه للصحافه. فبتقول له انت لو عملت كده اصلا انا هقتل كل اصحابك وعيلتك. والمهم يعني هو ما بيستناش تكمل الكلمتين البيضان دول وبيقوم حادف في وشها الحمض اللي فرنشي عمله. بس هي كده كده ما بيحصلهاش اي حاجه وبتفضل تتريق عليه وتقول له انت بتهزر معايا بجد، انا اصلا عندي مقابله تلفزيونيه كمان ربع ساعه وانت بوظت لي ام الهدوم. فبوتشر بيجي من وراها بسرعه وبيضربها طلقه في دماغها، بس هي بضم برضه مصممه ما تموتش، وبتقول لهم يا رجاله انتوا مستواكم بقى في النازل وما عدتوش بتعرفوا تعملوا الشغلانه دي. وبعد كده بتسيبهم وتمشي وتروح تكمل المؤتمر الصحفي بتاعها. وبعد الموضوع ده بوتشر ومازر ميلك بيروحوا عشان يقابلوا جريس، وما بترضاش تدخل بوتشر الاجتماع لان هي طبعا حذرته من الموضوع اللي هو المركب فيه وقالت له الاضرار بتاعته، وهو خده برضه وصمم، فما بترضاش تدخله وبتدخل مازر ميلك وبيبدا الاجتماع. وبيكون موجود في الاجتماع ده سينجر المرشح الرئاسي، وبيكون عاوز يتخلص من فيكتوريا اللي هي اصلا واحده من اكبر الداعمين للحمله بتاعته. عايز يخلص ليه منها بقى يا معلم، لانه هو اكتشف انها من الخارقين، والموضوع ده لو اتعرف هيدمر الحمله الرئاسيه بتاعته كلها. والمهم اصلا اللي هم كانوا بيعملوها في الاول دي كانت من تخطيط سينجر، وبيكون متضايق جدا ان الخطه فشلت. ومازر ميلك بيقعد يعتذر له عشان يعدي الدنيا، وبيقول لجريس ان هو اصلا مش عاوز يبقى القائد وتقدري ترجعي بوتشر في اي وقت انت عايزاه. فسينجر بيقعد يزعق وبيقول لهم انتوا لازم تشوفوا حل في الموضوع ده، لان غالبا انا هكسب الانتخابات وبكده هيكون في واحده من الخارقين في قلب مبنى الرئاسه. وفي الوقت ده بوتشر بيبقى قاعد بره وبيقابل واحد صاحبه من زمان اسمه جو، وجو ده بيقول له ان انت حالك اتدهور خالص من بعد ما عدتش بقيت القائد وكده يعني. فبوتشر بيقول له ان انا كده كده هرجع القائد تاني، وبيقول له ان الخطه كلها ماشيه غلط وانهم مركزين مع الشخص الخطا اصلا واللي هي فيكتوريا نولين، وانهم المفروض يركزوا انهم يقتلوا هوملاندر وبعد كده ما عادش هيبقى في اي مشكله بعد ما يتقتل. فجو بيقول له ان انت جات لك الفرصه تقتله انت وسولجر بوي بس انت رجعت في كلامك. فبوتشر بيقول له ان هو كان عنده اسبابه، ولان طبعا زي ما احنا فاهمين جو ده اكيد ما ظهرش قدامه بالصدفه البحته كده،
فبيقول له ان هو عاوزه في مهمه عشان يخلص على كل الخارقين اللي موجودين. فالفكره بتعجب بوتشر وبيوافق. وبعد كده ستارلايت بتكون طالعه على التلفزيون وبتكون عامله حمله وبتهاجم هوملاندر وبتقول ان هو مفيش اي حد فوق القانون وان هوملاندر لازم يتحاسب. وفي الوقت ده فريق السيفن بيكون متجمع وبيقعدوا كلهم عشان يختاروا اعضاء جداد في السيفن مكان اللي مشيهم. وبلاك نوار بيكون موجود في القعده دي. وطبعا بما ان هوملاندر قتله في الجزء اللي فات فالشخص اللي موجود ده اكيد شخص مزيف، لان هم ما ينفعش يقولوا في الاعلام ان هو مات فجابوا واحد مكانه. وبيبقوا قاعدين بيختاروا وهوملاندر بيكون مبضوم منهم فشخ لان هم ما عندهمش شخصيه وبيمشوا ورا اي كلام بيقولوا حتى لو كان غلط، لان هم بيخافوا منه اصلا. وكل ما يختاروا واحد ويقولوا عليه حلو خلاص والدنيا بتمشي، يقوم هوملاندر قال ان هو وحش يرجعوا في كلامهم ويقولوا تمام انت كلامك صح. فهوملاندر بيجيب اخره وبيقول لهم هو انا كل ما اقول حاجه توافقوا عليها؟ انتوا ما عندكوش شخصيه؟ هو انا اللي هشيل الشركه كلها فوق دماغي؟ انتوا اصلا مالكوش لازمه وما بتفكروش وانا اللي باخد كل القرارات ومش عارف ايه. وبيسيب لهم الاجتماع وبيمشي. وبنروح لفرقه ذا بويز وبيكونوا كلهم عاوزين يمشوا بوتشر من الفريق ما عدا هيوي بيكون عاوزه يخليه يفضل. بس بوتشر اول ما بيلاقي الدنيا عايلت كده وعايزين يمشوه بتاع بيبدا يتصرف لوحده وبيبعت رساله لفيكتوريا نولان وبيروح يقابلها وبيقول لها ان هو عاوز يتخلص من هوملاندر وان هو عارف ان هي معاه الفيروس اللي بيقتل الخارقين وان هو عاوزه عشان يقتل بيه هوملاندر. وبيكمل كلامه وبيقول لها ان هو عارف ان الفيروس ده لسه مش هيقتل هوملاندر بس في المستقبل هيتطور وهيقدر يقتله. وبيقول لها ان هو من مصلحتها كمان ان هي تتخلص منه لانها اول ما تنجح في الانتخابات وتخش مبنى الرئاسه هوملاندر هيتحكم فيها زي اللعبه ويخليها تعمل كل اللي هو عاوزه. ففيكتوريا بتقول له انها موافقه بس بشرط انه يجيب لها الورق والمستندات اللي هي ماسكها عليها وساعتها هتدي الفيروس لما يتطور وبتسيبه وتمشي. وبعد كده هوملاندر بيبقى قاعد وبيقلب في صور الابطال الخارقين عشان يختار منهم وبيلفت نظره واحده اسمها سيج وبتكون قوتها الخارقه انها اذكى شخص في العالم. فبياخد بعضه وبينزل يروح لها البيت بلبسه العادي من غير البدله والكلام ده. فهوملاندر بيقول لها يلا بقى ها وريني ذكيه ازاي. فبتبدا تحلل حركاته وشكله وبتقول له انت بتتقدم في السن وشعرك بيبيض وانت بتصبغه وبتعاني من مشاكل نفسيه لان ابوك سولجر بوي كان هيقتلك من فتره ومش عارف ايه. ده طبعا كلام ما يدلش ان هي ذكيه بس هي ذكيه يعني. وبعد كده بيطلب نصيحتها وبيقول لها ان هو رغم ان هو شايل شركه فوت على دماغه وان هو اقوى بطل خارق في العالم الا ان لسه البشر العاديين بيتحكموا فيه وان هو حاسس ان هو ما سابش اي ارث لابنه مثلا عشان يفتخر بيه بعد ما يموت والكلام ده. فبتقول له انت لازم تستغل الناس العاديه لان هم اللي هيسقفوا لك في الاخبار في الاخر. وبتقول له ان الناس اللي متحكمه في كل حاجه انت ممكن تدمرهم عن طريق انك تضغط عليهم شويه وتسيبهم يتشكلوا مع بعض ويخلصوا على بعض بمعرفتهم وانت تقف تتفرج. فهوملاندر طبعا يعني بينبهر بالافكار الفجره بتاعتها وبيقول لها ان انت خلاص هتنضم للسيفن عشان يقدر يستفاد منها ومن ذكائها يعني لما تبقى جنبه. فبتوافق وبتكون اول فكره ليها انهم يجمعوا اكتر ناس بيحبوا هوملاندر في الحياه. وطبعا بالصدفه البحته بيكون واحد منهم جوز طليقه مازر ميلك وبيخشوا وبيشوفوا هوملاندر. وبعد كده هوملاندر بيقول لهم يلا يا رجال ها خلصوا على الرجاله دول. فهم طبعا بيفكروه بيهزر بس هو بيخلوهم يقتلهم فعلا وبيمسكوا المضارب وبيدشملوا وشهم. وبعد كده مازر ميلك بيشوف هوملاندر وهو خارج من المكان وبيتفاجئ طبعا ان هو موجود. وبعد كده بنروح عند المحكمه اللي هيتحكم فيها هوملاندر وبيكون الناس مقسومين فريقين، فريق بيدعم هوملاندر والفريق التاني بيدعم ستارلايت. الناس اللي بتدعم ستارلايت عاوزين ان هوملاندر يخش السجن والفريق التاني بتاع هوملاندر بيبقى عاوزين يطلع بريء. فالمهم يعني سيدج بتبقى واقفه بره وبتعمل مشكله ما بين الناس وبتخلي الناس كلها تضرب في بعض. وستارلايت طبعا بتيجي طايره عشان توقف الخناقه بس في اللحظه دي اترين بيجيب الجثث بتاعت الناس اللي هم موتوهم وبيحطهم وسط الخناقه وبيسيبهم وبيسببهم في انصار ستارلايت. وهوملاندر طبعا بيطلع بريء في الاخر. وبعد كده بوتشر بيروح عشان يمسح البيانات اللي على الكمبيوتر بتاع هيوي زي ما وعد فيكتوريا لكن بسبب اثار المركب فيه بيقعد يهلوس ويتخيل مراته وبعد كده تقول له لا انت جامد وما تعملش كده، لا انت شخص طيب ما تمسحش البيانات ومش عارف ايه في كل ده في الهلوس. هو بيقعد يفكر شويه فعلا وبيكتشف ان هو راجل صالح وان هو ما يعملش كده وان دي مش اخلاقه والكلام ده. وبعد كده بيبعت صوره مخله بالاداب العامه لفيكتوريا والحلقه بتخلص.